احنا النهارده متواجدين في منطقة كرداسة، جايين نرصد لكم تفاصيل واقعة مأساوية، يعني حصل في بني مقتل. مجدول. آه بني مجدول. تمام. تبع كرداس. يعني احنا متواجدين النهارده مع والد محمود، في يعني كرداس. في لكن الواقع كرداسة. حصل في بني مجدول. تمام، احنا نعرف من حضرتك التفاصيل الكاملة دلوقتي. اولا البقاء لله، عايزين نعرف بقاء لله طبعا. ايه اللي حصل. ومحمود 24 سنة، المتهم 45 سنة. اللي كان بيربطهم ببعض هو العمل. بس طبعا. عايزين نعرف ايه بقى اللي حصل. اللي حصل ان انا في يوم عادي خالص ابني بيروح العمل زي اي وقت، صلاة الفجر. آه بياخد المفتاح، بيتكل على الله. والله صلى الفجر في الجامع، صلى ما صلوش بيصلي في المطعم. وفي وقعات، يعني في حد اكد ذلك ان ابني راح صلى الفجر، راح مشي عادي زي اي يوم. احنا الساعه 9 بالظبط او 9 ونص لقينا حد بيخبط علينا في البيت شديد. بفتح الشباك لقيت ولد بموتوسيكل، نزلت له: ايه يا ابني؟ بيقول لي وش كده، بيقول لي محمود مات. قلت له: مات؟ يعني ايه مات يا ابني؟ قال لي حد ضربه وهو في المطعم، سكينه موته. طبعا انا ما قدرتش اجف، عقبال ما لميت نفسي وعقبال ما انا بفكر انا هطلع اكلم والدته ولا اشوف عيلتي ولا هاجر اروح فين. طب يا ابني هو فين؟ قال لي في مستشفى ايه؟ مستشفى زايد العام. زايد العام. طب انا دلوقتي انا وحد ولا عندي ولا بركب موتوسيكلات ولا عندي عربيه. اتصلت بقى بولاد اختي، اتصلت بولاد عمي، اتصلت بولاد هنا وهنا وهنا ان احنا وانا واقف في الشارع في توهان. بتحاول تستوعب ايه اللي انا حصل. بقول انا رايح فين جاي منين؟ مفيش خالص، والمفروض ان انا كنت صايم، مفروض. بس انا يعني رحنا طالعين، رحت ببص لقيت ابني، لقيت انا رايح اشد ابني من درد حديد، بطلع ابني من درد حديد. ما كنتش اتوقع ذلك. بص لقيت ابني فعلا متوفي. ايه اللي حصل بينهم في اليوم ده؟ اللي حصل ما بينهم اما رحت المركز في نفس اليوم بعد ما شفت ابني وعرفت ان هم اتوفى. الفتره ديت من الساعه 5 نفرض، وحصل المشاجره الساعه 6 6 ونص 7، ابني اتوفى وساح دمه، انضرب وتوفى وساح دمه. والحكومه جت خدته وخدت الاداره، جابته من على سرير هو ومراته، وراح وخدوا ابني بالاسعاف ويشكروا الحكومه. انا سمعت والله ان الحكومه لما جت قالت ما حدش يجي جنبه، وقال اتصلوا بالاسعاف كل شويه: اجري ده في نفس، اجري في نفس، اجري يا ابني عايزين نلحق الولد. ده الكلام اللي وصل لي. وده في حمد وشكر ان الحكومه برضك في لغه ان بفضل الله. رحت بعد ما شفت ابني في المكان اللي هو كان فيه وهو ميت، رحت رايح على المركز. كان في ولد شاهد صغير 16 سنه، واقف. انا اتفاجئت بيه وهو بيتكلم، وده حد بيكتب بيقول: انا كنت شغال ما بينهم الاثنين. جيت مسكت محمود من قدام، ورحت داخل قلت له: مسكت محمود من قدام ليه؟ ماله؟ عمل ايه اللي حصل بالظبط؟ رحت داخل فيه بقول له: ابني مسك في وشه حاجه؟ قال لي لا. ابني مسك سكينه؟ قال لي لا. ابني مسك في حدف عليه حاجة؟ قال لي لا. قال لي: بص يا عم عاطف، ده كان بيضربني بالماشه وبيضربني بالمصفى بتاعت اللي ضرب ابني، بالمجلة الزيت اللي هو بيشيل بها. طب ايه اللي حصل بينهم في اليوم ده؟ في اليوم ده اتضح بعد ذلك ما دفنا ابننا، عرفنا ان في طرف ثالث بالفيديوهات، ان الطرف الثالث ده دخل جوه، ده غير الولد الشاهد، دخل جوه حاجه ما بينهم. سالته قلت له: ابني عمل حاجه؟ قال لي: والله ولا شتم ولا كسف ولا قال حاجه ولا عمل له اي، يعني ما ضربوش حتى باي حاجه. قال لي: عم عاطف رحت رايح على صاحب المطعم ان انا اقول له ان ايه، ان بيشدوا مع بعضهم. بيقول لي: رجعت لقيت ابنك مرمي في الارض. يعني كان مشادة عادية بينهم؟ مش عاديه. المشاده اللي في مشاده ثانيه من 8 ايام او 10 ايام، خلافات كانت ان بينهم، حصل موقف ما بينهم واتصفوا مع بعضهم. لكن ده اتضح لما عمل مع ابني كده ان في ضغينه
في كيد، في حاجه من جواه، وتاكدنا ان الراجل ده بيشرب يعني اولها البرشام. ولذلك اللي ياكد بذلك بعد ما ضرب ابننا خرج بالسكينه، عمل كده مره، والمره الثانيه ده اللي احنا انا بكذب اللي بيقولوا ده ضربه مره واحده، مره اولى ومره ثانيه ما جاتش فيه، الثالثه راح واخدها وراح ضربها له في الوريد اللي موصل للقلب. محمود عنده اولاد؟ ولد وبنت. حضرتك بتطالب بايه؟ انا بطالب بحق الله، وبطالب بالقانون. القانون يعني انا عايز حق ابني بالدين والقانون، والقانون والدين الاثنين بالنسبه لي شيء ممتزج مع بعض في البلد دي. احنا مش عايشين في غابه. وبطالب بكلم يعني بناشد الازهر وشيخ الازهر للي بيحصل في الدوله من ناحيه الجرم والقتل اللي بيتدلس ويبقى مشاجره ويبقى فيلم هندي وقصص. لا، من قتل يقتل ان شاء الله حقه هيرجع. من قتل يقتل. وبناشد كل مسلم موحد بالله، لا انا بناشد كل مصري واقف على الارض دي عنده ضمير وحس من جواه باني ضناك. انا ابني اتفرج يا سلام عامل ازاي.